السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض الكنافة كده، الطرية السادة اللي مش محشية اي حاجة، بس هي لسعت مني كده، لسعت مني من الوش بتاعها اهي، بس طرية وجميلة يا جماعة. يلا نشوف عملناها ازاي، يلا بينا. هنعمل بقى يا حبايبي الكنافة مع بعض النهاردة اهو. كانت عندي في الفريزر قيمة نص كيلو كنافة كده، هنزله. بس قبل ما اعمل الكنافه خالص واشتغل فيها، هعمل الشربات بتاع بتاع الكنافه عشان احطه كده يسخن كده ويستوي. هحط كوبايتين سكر، ادي الكوبايه الاولى وادي الكوبايه التانية، يبقى انا حطيت كده كوبايتين سكر. هحط عليهم كوبايتين ميه، ادي الكوبايه الاولى ميه، واحط برضو على الكوبايه التانية. انا بعاير كده يا جماعه، لازم تعايري كده الكوبايات اهو، كده كوبايتين اهو ميه، واروح بقى احطها على النار على طول. اه يا حبايبي حطيتها على النار اهي، حطيتها على النار. كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر، ومعايا نص ليمونه اهي، هعصرها كلها، مش هقول نقطتين وبس، هعصرها كلها. عصرت عليها ومهديه عليها النار عشان تسيح كده، السكر يسيح كده وتسكر كده براحتها. هنا بقى طلعت معلقتين كبار سمنه بلدي كده عشان الدنيا ساقعه، فهم ماسكين سيحتهم اهون على على البوتاجاز، سبتهم هم يفكوا براحتهم. وهي حبايبي الكنافه اللي كانت عندي في الفريزر اهي، همسكها بقى، طبعا هي متلجه، همسكها اكسرها، همسكها اكسرها كده يعني قطع صغيره خالص اهي. هكسرها بقى وارجع لكم تاني. كده بقى يا حبايبي مسكتها هون كسرتها اهي، صغيره جدا جدا. وهنا رحت جايبه الصينيه اللي هعمل فيها، عصتها هي، دهنتها ماده دهنيه. وهنا بقى انا طبعا زي ما وريتكم مسيحه معلقتين سمنه كبار، معلقتين السمنه الكبار اللي انا مسيحاهم اهما يا حبايبي، هحطهم كلهم شويه شويه كده، طبعا مش كلهم، هحط تاني بس هقلب الجزء الاولاني ده وارجع احط الجزء التاني اهو. بعد ما عملت الجزء ده كله اهو، عصته كله بالسمنه دهنته، هحط بقى بقيه الكميه التانية برضو، امسكها كده افركها ببعضها. يا حبايبي بعد ما غلفتها كلها بالسمنه بالشكل ده كده، طبعا انا مش هحشيها حاجه، هما مش عايزينها محشيه حاجه، عايزينها كده ساده، ولا قشطه ولا اي حاجه. قلت لهم خلاص براحتكم، المهم انهم عايزينها تكون طريه وخلاص، المهم ان انا ما احشيهاش حاجه. قلت لهم خلاص براحتكم، مع ان انا بحبها محشيه قشطه، محشيه بتاع ده مكسرات، هما مش راضيين، مفيش مشكله. انا حطيت بقى اهو كل الكميه، حطيتها اهو في الصينيه. همسك بقى الصينيه اسويها كده بالحاجه، بالكنافه كده، واضغطها، اسويها ما اخليش حته عاليه ولا حته واطيه، وامسكها كده اضغطها كده واكبسها. ماشي يا حبايبي اهو يا حبايبي، بعد ما ضغطتها وسويتها كده من كل حته وكبستها، لازما اعمل شويه صغيرين، شوف انا عامله شويه قد ايه على على الوش كده وخلاص. مش عايزه تحطي ما تحطيش، مفيش مشكله، هي اصلا كده كده احنا مغلفينها بالسمنه كلها، مش عايزه تحطي بلاش. فانا حطيت كله، عشت كمان دهنت الوش بتاعها كمان، صفيت عليه شويه سمنه كده وانا قايده الفرن على درجه حراره 120 قبل ما اشتغل، وقايده فوق وتحت ومظبطه الفرن بتاعي على درجه حراره 120 بس. هنا يا حبايبي اهو الشربات اهو على النار اهو، سايباه مع نفسه اهو، واول ما اجي اطفي عليه خلاص اقوم حاطه له رشه فانيليا لسه سايباه على النار اهو. وانا الفرن عندي سخن، هقوم حاطه هقوم حاطه صينيه الكنافه فيه
بقى يا حبايبي، طلعتها من الفرن. معلش هي غمقت شويه. هسقيها بقى الشربات بتاعها، وهي لازما وهي تكون سخنه. اديها الشربات بتاعها وهي سخنه اهو. بعد ما اديها الشربات بتاعها يا جماعه، اقفل عليها واغطيها واكمرها كده. كده يا حبايبي بعد ما سقيت الكنافه الشربات وقطعتها وسبتها تبرد، اهي جميله جدا اهي وطريه، بس هي لسعت شويه مني اهي، وطريه مش ناشفه، جميله. متنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو. باي باي.